الناس كلها دلوقتي بتدور على خبر واحد بس، المرتبات، وبيسألوا هتزيد ولا لأ. والحقيقة إن في كلام عن زيادة كبيرة جاية في 2026 واللي ممكن ترفع الحد الأدنى للأجور ل 9000 جنيه ويمكن توصل ل 10000 جنيه، وده هيبقى فرق كبير جدا لناس كتير خصوصا مع الغلاء اللي حاصل. بعض المصادر بتقول إن في زيادات في المرتبات نفسها ممكن توصل من 1100 ل 1600 جنيه، وكمان في دعم خاص للمعلمين والدكاترة ورفع المعاشات بنسبة 15%، يعني ملايين الناس هتستفيد. ومش بس كده، لا ده كمان في دعم نقدي لملايين المواطنين عشان يخففوا الضغط شوية. الحكومة كمان حاطة ميزانية ضخمة جدا عشان تنفذ الكلام ده كله، وده معناه ان في تحرك حقيقي لتحسين مستوى المعيشة. بس برضه في نقطة مهمة، النجاح ده كله مرتبط بالسيطرة على التضخم وزيادة الانتاج وتشغيل القطاع الخاص بشكل اقوى. المتوقع ان التنفيذ يبدأ من شهر 7 مع بداية السنة المالية الجديدة، يعني قدامنا وقت بسيط وهنشوف القرار الرسمي. يلا شاركونا في التعليقات وقول لنا انت شايف المرتبات المفروض تبقى كام عشان تعيش مرتاح.